بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم، والنهاردة بإذن الله هنتكلم على موضوع من ضمن الموضوعات اللي موجودة في سوليد ووركس اسمبلي. الموضوع ده مش عارف يعني ناس كتير اتعرضت ليه ولا لأ، بس إن شاء الله احنا هنتكلم عنه وهنوضحه لك باستفاضة، ألا وهو الميت كنترولر. لو انت اول مرة تسمع الاسم ده او اول مرة تشوف الفانكشن دي، ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت. ما تنساش ان انت تسيب لي كومنت تقول لي ان انت اول مرة تشوف الفيتشر دي ولا لا، ولو كنت استخدمتها قبل كده قول لي بس انت استخدمتها في ايه. وشكرا جزيلا. طبعا ما تنساش اللايك وسبسكرايب، ويلا بينا ندخل على طول في الموضوع. فكرة الميت كنترولر يا باشمهندسين ان احنا عندنا هنا الروبوت ارم اللي حضرتك شايفه ده، والروبوت ارم ده بيتحرك بحركات معينة انت عايز تبينها بانيميشن. تمام. فالكلام ده بتعمل منه فيديو صغير تبين فيه الانيميشن وحركة كل كومبوننت موجودة في الاسمبلي ده. الفكرة هنا ان انت يعني معاك الاسمبلي اوريدي ومعاك الميتس اوريدي، زي ما حضرتك شايف متسمية اوريدي باسامي معينة، فاحنا على طول هندخل نستخدم الميت كنترولر. بس انت بيهايند ذا سين، يعني ضمنيا انت اوريدي محضر الميتس المناسبة اللي تساعد في عملية الميت كنترولر، وهفهمك الموضوع ده معناه ايه. ميت كنترولر دي يا باشمهندسين موجودة في الانسيرت، فهنطلع هنا على انسيرت وبعد كده هندور على الميت كنترولر اللي هو تالت اوبشن اللي حضرتك شايفه قدامك. لما بتدوس على الميت كنترولر بيبدأ يسألك ايه هي الميتس او انواع الميتس اللي انت عايز تتحكم فيها وتبينها كانيميشن. وطبعا في انواع محددة انت تقدر تستخدمها في الميت كنترولر، زي مثلا الانجل ديستانس، الليميت انجل، الليميت ديستانس، والسلوت والويتس ميت. حاجات بسيطة تقدر ان انت تستخدمها وتبينها كانيميشن، وتريح دماغك خالص وتدوس على اللي هو البولت اللي علامة الميت والبولت دي عشان يكولكت السبورتد ميت في الاسمبلي بتاعك. فاحنا في الوضع ده هندوس كليك على كولكت اول سبورتد ميت، وهتلاقي كل السبورتد ميت موجودين هنا، والترتيب اللي موجود بيه الميتس في البوكس ده هو نفس الترتيب اللي موجود فيه في الاوبشنز اللي تحت اللي هي الميت بوزيشن. هفهمك انا الفكره في ايه دلوقتي. الفكره ان انت عارف كل كومبوننت ده مكانه فين. يعني مثلا الابر ارم، انت عارف الابر ارم فين، انت عارف اللور بيز فين، انت عارف الارم لور فين. فاهم قصدي؟ فطبيعي لما تيجي تعمل انيميشن انت بتفكر ايه الحاجه اللي انت محتاج تحركها الاول، وبعد كده هتحرك ايه بعد كده. فاهم قصدي؟ يعني مثلا الجزء الاحمر ده اكيد انا عايزه اخر حاجه تتحرك. فبناء على الكلام ده احنا هنرتب الترتيب اللي احنا عايزين بيه الانيميشن ان هو يشتغل. ففي الوضع ده يا باشمهندسين احنا عايزين اول حاجه ان اللور بيز هي اللي تكون الاولى. انا هعمل ترتيب معين عشان افهمك في النهايه الانيميشن هيطلع شكله بشكل معين، ده اللي انا عايز اوصل له في النهايه. تمام. فبس انت طبعا تقدر تعمل اي اوردر، وبالتالي هو حاطط لك هنا يعني ان انت تعمل ري اوردر كده للميتس اللي موجوده او السبورتد ميتس اللي موجوده في الاسمبلي ده. فالترتيب اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نخلي اللور بيز في الاول، وبعد كده هنخلي الارم لور تاني واحده، تالت واحدة هتبقى الأبر أرم، بعد كده الفور أرم أبر، بعد كده الريست فور أرم، بعد كده الفلانج ريست، والفور أرم اكستنشنز. تمام. ده كده الترتيب اللي احنا عايزينه. وهتلاقي عند حضرتك هنا البوزيشن اللي موجود بكل واحدة من دول. طبعا في انيشال بوزيشن، الانيشال بوزيشن اللي حضرتك شايفه كده ده البوزيشن نمبر 1. والبوزيشن نمبر 1 بيقول لك خلي بالك اللور بيز ميت بزيرو ديجري، يعني هو ده تقريبا انجل ميت، فبيقول لك بزيرو ديجري. الارم لور ب 90، الابر ارم بكذا كذا 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 كذا. يفضل احنا لسه ما عملناش اي انيميشن ولسه ما عملناش اي اد بوزيشن، طبعا اد بوزيشن من الايكون دي. بس يفضل يا باشمهندسين ان اول بوزيشن تعمله يكون هو البوزيشن الحالي بتاع الاسمبلي. يعني انا في الوضع الحالي ده انا مش هغير اي حاجه، مجرد بس ان انا هروح دايس على اد بوزيشن. طبعا لما بتعمل اد بوزيشن بيبدا يسالك طب اسم البوزيشن التاني ايه. لو انت عايز تسميه سميه، مش عايز هندوس اوكي على الوضع ده عشان نبدا نتحكم في البوزيشن التاني. في البوزيشن التاني بقى يا باشمهندسين، طبعا انت شايف التيبل اللي تحت ده. البوزيشن التاني بقى انت عايز مثلا تعمل تعديلات معينه، وليكن التعديلات دي هتعملها في اللور بيز. في اللور بيز هنمشي كده واحده 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 نعدل الميتس اللي موجوده. واللور بيز مثلا احنا عايزين الانجل بتاعت اللور بيز في البوزيشن نمبر 2
تكون ب90. فاحنا هنا شايف ده بيتحرك ازاي. انا عايز الزاويه دي تكون ب90، فانا هكتب هنا بكل بساطه 90 ومش هغير اي حاجه، لان انا تاني عايز اتحكم في كل كومبوننت لوحده ان هو يعمل انيميشن. ده المشهد اللي انا عايزه. تمام. طبعا انت بتقدر تتحكم زي ما انت عايز، يعني ممكن في بوزيشن واحد تتحكم في اكتر من ميتس براحتك، بس انا هنا هتحكم في كومبوننت على الوضع ده يا باشمهندسين. انا هغير اللور بيس بس واقول له اد بوزيشن، اوتوماتيك هيقول لك البوزيشن الثالث. هندوس بوزيشن 3 وتعالوا كده نكمل مع بعض بقيه الكومبوننتس. بوزيشن 3 مثلا الارم لور ده بدل ما هو 90 عايزين نخليه 45. تعالوا نكتب 45 وندوس اد بوزيشن. طبعا انا يعني محتاجين بقى نعمل الموضوع بسرعه شويه. بوزيشن 4 هيكون للابر ارم. الابر ارم دي احنا عايزينها 135، فالارم عايزينه 135. انت ملاحظ طبعا الابر ارم بيتحرك ازاي. تعالوا نكتبه 135 وبعد كده نعمل اد بوزيشن. البوزيشن نمبر 5 هيبقى الفور ارم ابر ده هيكون ب90. تعالوا نشوف الحركة بتاعته عاملة ازاي. خليها ب90. اد بوزيشن ريست فور ارم دي احنا عايزينها 45 ديجري، فتعالوا نبص كده ده 45 ديجري. بعد كده اد بوزيشن. البوزيشن نمبر 7 هيكون الفلانج ريست هيكون 270. الفلانج ريست هيكون 270. تعالوا نشوف الحركة بتاعته الأول. مش عارف انت واخد بالك ولا لأ، بس في هنا كومبوننت بيتحرك. شايف ده؟ خليه 270 وندوس اد بوزيشن. بوزيشن نمبر 8 ده هيكون الفور ارم اكستنشن. ده عايزينه ب100. تعالوا نبص كده من ورا شوية. ده عايزينه ب100 وندوس اد بوزيشن. البوزيشن نمبر 9 يا باشمهندسين مش هنعمل فيه اي تعديل في اي حاجه خالص، وهنسيبه على الوضع ده كده ونقول له اوكي. طيب بعد ما دوسنا اوكي كده يا باشمهندسين، الميت كنترولر بقى ظاهر معاك هنا تحت الميتس فولدر. نقدر نعمل اديت للميت كنترولر ده، وتقدر من هنا تعمل الانيميشن فيديو لو انت حابب. تعالوا مثلا هنا هنقول له اول بوزيشن. طبعا احنا عايزين ان هي يبقى يتعمل لها عايز تتعمل لها مثلا فورورد بس، ولا عايزها ان هي تروح وتيجي، ولا عايزها ان هي تبقى لوب. احنا نجرب كله. تعالوا نبدا اول حاجه ان هو يروح بس، فتعالوا نعمل كده انيميت. طبعا هنسيف الكلام ده طبعا ان هو هيعمل فيديو. بنتحكم طبعا في الاسبكت ريشيو وكل الحاجات اللي احنا عايزينها للفيديو، بس هنا انا بسيب كل حاجه زي ما هي وهسيفها فيديو عادي جدا في اي مكان انت عايزه. تعالوا نعمل سيف. اوكي مفيش ادنى مشكله. نستنى بس دقيقه لما يعمل الانيميشن. زي ما حضرتك شايف الانيميشن بتاعه جميل جدا، وكده كل كومبوننت بيتحرك لوحده بشكل جميل زي ما انت حضرتك حددت في الاول. تعالوا نبص كده. طيب بما انك عملت هنا ان هو فورورد بس، فانت تقدر تعملها رايح جاي، يعني ممكن يفتح وبعد كده يقفل، وممكن يبقى لوب. فتعالوا عشان اختصارا للوقت يعني نعمل لوب ونعمل سيف. لو انت حابب تسجل فيديو تاني باسم مختلف. تمام. وتعالوا نشوف الميت هيبقى شكله عامل ازاي في اللوب. المفروض اللوب يا باشمهندسين هيقعد يعيد نفسه تاني كل شوية، انما هي دي اللي هتروح وتيجي. يعني تعالوا نعملها مثلا ان هو يروح ويجي بالشكل ده كده، نشوف الاختلاف اللي هيطلع. زي ما حضرتك شايف بيبدأ يقفل ويلم تاني ويرجع للبوزيشن الاصلي بتاعه. فانت عندك هنا اكتر من اوبشن ان انت تعمل لوب، ان هو يقعد يكرر البوزيشنز دي اكتر من مرة، او ان هو يروح ويرجع تاني يعني يفتح ويقفل، او ان هو فورورد بس. زي ما حضرتك حابب تختار الاوبشن اللي انت عايزه. فكرة ميت كنترولر جميلة جدا. معرفش انت استخدمتها ولا لا قبل كده، وزي ما قلت لك ما تنساش تسيب لي كومنتس لو استخدمتها او ما استخدمتهاش. واتمنى يكون الفيديو ده مفيد ليكم. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.